هل الفراخ الساسو فعلًا بتبيض؟ السؤال ده يا جماعة بيتكرر كتير أوي عندي في التعليقات. طب هل يعني كويسة في البيض؟ أقدر أجيب الفراخ الساسو بغرض التسمين وبغرض البيض كويسة وهتمشي حالها والّا خسارة فيها بقى إن أنا أربيها وأخلّيها عندي لحد البيض؟ طب بتبيض على عُمر قد إيه وكويسة في البيض والّا لأ؟ في الفيديو ده هاجاوبكم بحُكم خبرتي وكمان بالمعلومة الصح، هاقول لكم كمان ليه ساعات الساسو بيتأخر أو ساعات أصلًا ما بيبيضش. طب خلّينا الأول نقول أول حاجة، هل الساسو بيبيض؟ أيوه يا جماعة الساسو بيبيض عادي جدًا، بس في نقطة مهمة، الساسو مش زيه زي الفراخ البلدي البياض ولا الفراخ اللي هي الحمرا البياضة، لأ، إنتاجه أقل بكتير أوي من أي فراخ تانية بياضة، بس بيبيض، يعني ممكن نسيبه يبيض عندنا في البيت ما فيش فيه أي مشكلة تمامًا. طب الساسو بقى دوّة بيبتدي يبيض على عُمر قد إيه؟ بيبتدي الساسو عادةً بيبتدي يبيض من عُمر 6 شهور أو من 5 شهور ونُص، يعني هو بيتأخر شوية لكن هو ده طبيعي بالنسبة للفراخ الساسو. طب ليه الساسو بقى ساعات بيتأخر أصلًا في البيض؟ بُصّوا يا جماعة، أي فرخة عشان تبيض في حاجات كده معيّنة لازم تتعمل عشان الفرخة تبيض. من أهم 3 أسباب رئيسية اللي بتخلّي إن الفراخ تتأخّر في البيض، الإضاءة تكون قليّلة أو نكون بنقفل عليهم النور يعني، العلف ما يكونش مناسب، يعني يكونوا بياكلوا أكل غير يعني عايزة أقول لكم إيه، ما بيخلّيش الفرخة يعني تبيض، وكمان تالت حاجة هو نقص الكالسيوم، لو في واحدة من دول ناقصة فالإنتاج بيقل جدًا، جدًا، جدًا. طيب عشان بقى الفراخ الساسو معانا تبيض، إيه هي نظام التغذية الصح بتاعها من أول يوم لحد البيض؟ بُصّوا يا جماعة، الفراخ الساسو عشان لو أنتم هتسيبوها يعني للبيض، فهي من عُمر يوم وعلى فكرة هي في التسمين ممتازة بتجيب وزن عالي جدًا، من عُمر يوم لعُمر شهرين، فإحنا هنأكّل علف بادي اللي هو تركيز 23% بروتين، ده بيبني الجسم والعضلات والمناعة. من عُمر شهرين لعُمر 4 شهور هنخلّيها علف نامي اللي هو تركيز 21% بروتين. بعد كده بقى من عُمر ال4 شهور لعُمر ال6 شهور دي بقى مرحلة التجهيز للبيض، يعني إحنا هنبتدي نجهّزهم علشان خاطر يبيضوا على عُمر ال6 شهور، فإحنا هنا هنأكّلهم إيه، هنأكّلهم علف بياض اللي هو تركيز 16 أو 17% بروتين. لو مشيتوا بالمراحل دي جسم الفرخة هيجهز طبيعي ووقت البيض هيكون الموضوع معاه مضبوط. بس نيجي لأهم نقطة وأهم حاجة وهي الإضاءة، الإضاءة لازم تكون من 14 ل16 ساعة إضاءة يوميًا، لو الإضاءة قلّت فالفرخة هتتأخّر في البيض، ده كمان بالنسبة لأي نوع فراخ بياضة، لازم الإضاءة تكون كتيرة ولازم تكون من 14 ل16 ساعة يوميًا، بنأكد تمامًا على موضوع حكاية الإضاءة دي. طيب بالنسبة بقى في حاجة كمان اللي إحنا قُلنا عليها اللي هي الكالسيوم والفيتامينات، لازم، لازم، لازم عشان نجهّز بقى الساسو، يعني إحنا خلاص ادّينا أهو زي ما قُلنا العلف وادّينا العلف البياض، كمان عشان يجهزوا والبيضة تطلع كويسة وتطلع بقشرتها تمام ويبتدوا يبيضوا يعني على طول، يبقى فترة تجهيز للبيض ده لازم ندّي أي مصدر للكالسيوم أو كمان عارفين قشر البيض ده موجود عندنا طبعًا في كل بيت يعني، البيض لمّا نيجي نسلقه ناخد القشر بتاعه بنطحن القشر ده ونحطه لهم على العلف أو نحطه لهم كده قدّامهم ياكلوه، ده مصدر للكالسيوم حلو جدًا، جدًا. كمان هندّي فيتامين أ، د، 3 مرّة كل أسبوع، المَيّة يا جماعة تكون نضيفة ومتوفّرة تمامًا قدّامهم كل يوم يكون في مَيّة نضيفة. طيب بعد كده بقى لمّا يبتدي بقى يبيض، نبتدي بقى نزوّد بقى خُضرة زي الخس، الجرجير، البرسيم، أي حاجة خضرا بقدونس، كزبرة، شبت، أي حاجة من الخُضرة، الخُضرة دي مهمة جدًا، جدًا، لإن هي برضه بتزوّد من عملية إنتاج البيض، فيبقى لمّا يبتدي بقى هيبتدي يدخل في مرحلة البيض هنبتدي نأكّله خُضرة، حتى لو أنتم هتدّوا له أكل إضافي، يعني لو أنتم مثلًا هتدخّلوا له وتبتدوا تدخّلوا له أكل البيت، فبرضه اوعوا تقطعوا العلف، اوعوا تقطعوا العلف البياض، العلف البياض ده مهم جدًا، هو اللي فيه البروتين، فيه الكالسيوم الأساسي للبيض. حاجة كمان بقى مهمة وهو الهدوء، يعني المكان ما يبقاش فيه دوشة، ما يبقاش فيه حركة كتير علشان الإنتاج والفراخ لمّا بيبقى المكان حواليها دوشة مش بتبيض، والإنتاج بتاعها بيكون قليل، يبقى لازم تكون المكان دافي، يكون ما يبقاش فيه رطوبة عالية، يكون المكان نضيف، فيه تهوية كويسة، كل ده بيفرق معانا في إنتاج البيض. باختصار كده يا جماعة، باختصار الفيديو إن الساسو بيبيض، لكن يعني أنا بصراحة لا أنصح بيه إن إحنا نربيه للبيض، يعني لإن في أنواع تانية كتير بتبيض أكتر منه، لإن زي ما قُلت لكم كده هو بيضه قليل، وكمان هو غرضه الأساسي هو التسمين، لكن من ناحية بيبيض عندكم وعايزين تسيبوه للبيض، سيبوه للبيض، لكن هو مش بيبيض كتير، فاهمين إزاي؟ يعني في مثلًا الفيومي، في الهجين، في البلدي المشعّر، في أنواع كتيرة أوي للبيض أحسن بكتير أوي من الساسو. أهم حاجة زي ما قُلت لكم لازم نهتم بالتغذية، الإضاءة، الكالسيوم، والمكان. لو حابين بقى إن أنا أعمل لكم فيديو مثلًا عن مقارنة ما بين الفراخ الساسو والبلدي أو إيه هي الفراخ الأحسن للبيض،
فاكتبوا لي في التعليقات وأنا هاعمل لكم الفيديو ده فورًا. ما تنسوش لو وصلتوا معايا هنا واستفدتوا من الفيديو، ما تنسوش دعوة حلوة لأختكم في الله، لايك للفيديو، شير كتير، كتير، كتير عشان غيرنا يستفاد، لإن الشير بيفيد الغير. أشوفكم على خير إن شاء الله يا حبايبي في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ولو عايزين كمان فيديوهات عن تربية البط أو تربية الفراخ البيضة ادخلوا كده على القناة